اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة الخميس أجازة، يعني فيديو جديد ويوم جديد، يا رب ينول إعجابكم. هنعمل ايه؟ أولادي طبعا قاعدين النهاردة من المدرسة، فهنحضر فطار. تمام، صحينا من النوم اتودينا وصلينا فهنحضر فطار. فهعمل ايه؟ كان عندي من بتاع السندوتشات في التلاجة جبنة رومي ولانشون وحبة جبنة موتزاريلا وواحدة طماطم متقطعة وثلاث بيضات. تمام، وعيش. العيش ده من بورسعيد مش من هنا. فأنا همسك الثلاث بيضات هضربهم زي ما انتوا شايفين، عليهم معلقة سنة يعني فلفل اسود، مش معلقة كبيرة. تمام، بس كده هو مش اكتر. هضربهم زي ما انتوا شفتوا كده. بعد كده طاسة وهرفعها على النار وهنزل فيها بمعلقة سمنة مغير، اهو زي ما انتوا شايفين معايا كده. يبقى هضرب الثلاث بيضات وهحط طاسة على النار وفيها معلقة سمنة. هنعمل سندوتشات. السندوتش حلو ومشبع جدا، واحنا بنحبه جدا جدا جدا، وخاصة في الشتاء. فطبعا الجو اليومين دول مبرد، فحبيت افطر بيه النهاردة. هنزل بقى بالبيض في الطاسة زي ما انتوا شايفين معايا كده. تمام، البيض رجعلك انتي. انا كنت عاملة 3 بيضات، عملتهم 3 سندوتشات. تمام، يعني يعتبر كل سندوتش بيضة، عشان لسه في اضافات تاني. لكن انتي بقى حابه تكتر حابه تقللي انتي براحتك. هنا رشه من الجبنه الموتزاريلا، اهو زي ما انت شايفه معايا كده. يبقى 3 بيضات وضربتهم على سنه فلفل اسود ونزلت بيهم في الطاسه كاني هعمل اومليت. تمام، استنى لما البيضه تتسوى في الطاسه كلها وتشد شويه وتبدا تستوي، وبعد كده انزل بيها بالعيش. سواء عندك عيش تورتيلا، سواء عندك رجاج، عندك عيش شامي، المتاح عندك والموجود شغلي ما فيش مشاكل. اهو زي ما انتوا شايفين معايا كده. وبعد كده اسيبه شويه واروح جلباه. انت ممكن تجلبيه بايدك، بس تحفظا للسمنه لا، حطيه كده في غطا حله، في صينيه، في اي حاجه ينفع انك انت تجلبي بيها. احط سنه سمنه تاني في الطاسه. انا عايزه احمص العيش يبقى مجرمش كده من بره، ومن جوه يبقى طري وحلو. فعشان كده انا حبيت اعملها بالعيش ده عشان تبقى مجرمشه وحلوه. هنا عندي الجبنة الرومي، هضيفها واحط شريحتين لانشون وواحدة رومي. ولازم الرومي من تحت علشان خاطر ان هو يسيح بسرعة من البيض ومن سخونة الطاسة. واقلب السندوتش. خلص كده معايا، وبقى طعمه حلو وبحبه جدا جدا، ومن زمان واحنا بنعمله. بس والله احيانا كنت بعمله بالعيش البلدي كان بيطلع حلو جدا. بس كده اهو. هنا طبعا هضيف شوية جبنة موتزاريلا، نسيت اوريهم لكم اصلا في الوصفة. يعني قبل ما اكل بالسندوتش نسيت اوريهم لكم، فجبت لكم الحته دي تاني. بس ولا اكتر ولا اقل. كده السندوتش بتاعي كان متحمص ومتجرمش من الناحيتين، وهو ده اللي انا عايزاه، ياخد تحميصه كده حلوه معاه. وهنا السندوتش كنت خلصته وطلعته اهو زي ما انتوا شايفين كده، وهبدا اقطعه كان سخن مولع. وخلاص على كده، وكنت محمر شويه بطاطس. وفطرنا والحمد لله، وشربنا الشاي وغيرنا لبسنا وهنبدأ في تحضير الغدا. تمام اهو. كده كنت خلصت والأولاد طلعوا مايونيز كمان. واللهم لك الحمد والشكر، فطرنا والحمد لله. وإجازة سعيدة على أولادي وأولادكم جميعا يا رب، ودايما كده بإذن الله مفرحينهم. وده كان فطار النهاردة، حبيت أشاركه معاكم قبل ما أدخل في تحضير الغدا. شايفين السندوتش بفتحه كده من جوه سخن خالص وموحوح، حلو خالص اهو. هنا بقى نبدأ في تحضير الغدا. خلصنا الفطار وروجنا بيتنا وتوضينا وصلينا الظهر وغيرنا والكلام ده كله. هنبدأ في تحضير الغدا. هعمل ايه هتشوفوا معايا دلوقتي. تابعوا معايا النهاردة عشان أكلة النهاردة لذيذة وحلوة، وأول مرة أشاركها لكم في القناة. هنا طبعا الخميس يبقى البصلاية على ايديا على طول. همسك بصلتين وهقطعهم على ايديا، وعندي لحمة، وعندي طماطم معصورة ومتصفية. تمام لحد كده. بس الخميس النهارده هنعمل شوية تجلية حلوين، علشان الخميس اللي فات احنا ما جلناش، كنا عاملين اللحمة الستيك. تمام، فبقالنا شوية كتر ما أكلناش خضار بصلصة.
فهناكله النهارده بإذن الله بألف هنا على قلوبنا وقلوبكم. أهو بقطع البصلايه وبحبها دايما حتت رفيع، انت حابه تبشريها ابشريها، حابه انك انت تعمليها في الكبه، حابه تقطعيها زي ما فيش مشاكل. تمام. النهارده بتاعت اللحمه بتاعتي النهارده كده كده، انتوا شفتوا انا هعمل ايه، انا هعمل بسله بس هعملها بطريقه حلوه ان شاء الله تنول اعجابكم. انا بقى كده مش هسلق اللحمه، ايام اللحمه بتيجي جميله وشكلها كده يتاكل ني، فالواحد بيستخسر ان هو يسلقها. فلحمه النهارده كان من ضمن اللحوم اللي بتيجي شكلها حلو قوي، فاللي هو لا انا والله ما انا مش هسلقها عادي. طب هتجيبي شوربه للرز منين؟ هتشوفوا، تابعوا وانتوا هتشوفوا معايا دلوقتي كل حاجه. هنا كان عندي جبت بقى معلقتين سمنه محترمين ونزلت بيهم في الحله، وهنزل بشرايح اللحمه. شايفين اللحمه لونها بامبي وجميله وطعمها كان تحفه. لما عملتها قبل كده في الستيك، ما هي دي اللي كانت جايه مع الستيك. لحمة حلوة جدا جدا وناعمة وحمرة وحلوة خالص. هنا هنزل بيها في السمنة، وهدي رشة فلفل اسود ورشة ملح علشان خاطر اطعم اللحمة بتاعتي، وعلشان خاطر اشوح فيها. هبدأ بقى هنا اشوح في اللحمة لحد ما تاخد اللون اللي انا عايزاه، واللي هوريهولكوا دلوقتي معايا. تمام. اهو زي ما انتوا شايفين، هي في الاول هتبقى لازجه شويه، لكن بعد كده عادي اصبر على دقيقه كده هتبص تلاقيها فكت وبقت حلوه خالص معاك. طبعا الحله لما سخنه هتمنع نزول الميه في الحله، يعني اللحمه مش هتنزل ميتها خالص طول ما انت هتديها صدمه سخنه كده. وطريقه حلوه وجميله، والطعم هيبقى اروع من اي لحمه انت كلتيها قبل كده، ان اللحمه تبقى محتفظه بكل السوائل اللي جواها، مش هتفقدها. اهو هدي رشة فلفل اسود على الناحية التانية، وخلاص على كده. وشوح بقى يا ام اياد في اللحم. شايفين بقى لونها؟ خلاص هي كده ايه، مش استحالة تنزل مية. وشايفين الطرطشة بتاعت السمنة؟ هنزل بالبصل، هي كده اتشوحت وخدت اللون اللي انا عايزاه. هنزل بالبصل اللي انا مقطعاه بس لا اكتر ولا اقل. ابدأ بقى تشوح في البصلة يمين في شمال وشمال في يمين لحد ما تاخدي اللون اللي بتحبيه، غامق غمجيها، فاتح فتحيها. هنزل طبعا بمعلقة الملح، وهفضل اقلب عشان البصلة تتكرمل بسرعة معايا. الملح والسكر بيخلوا البصل ياخد لون جامد معايا بسرعة. ايه رأيكم بقى لحد كده؟ لو كنتوا وصلتوا لحد هنا ما تنسوش اللايك وفي الاشتراك في القناة فضلا وليس أمرا يا حبايبي. اذكر الله يا حبايبي، لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. وإحنا في الأشهر الحرم نضاعف الأعمال الصالحة، نتصدق على قد ما نقدر، نصلي نصوم عشان ربنا يتقبل مننا ويغفر لنا ذنوبنا ويكفر عنا سيئاتنا. وندعي لطلاب الثانوية العامة ربنا يوفقهم وياخد بيدهم، وولادنا بإذن الله ربنا يثبتهم كده في الامتحانات ويمتحنوا وينجحوا على خير بإذن الله، اللهم آمين. هنا طبعا كان معايا حلة على النار، وكان عندي ماسورة، فهحطها في المية وهسلقها، وارمي معاها البصلاية وهتبلها زي ما انتوا عارفين، طماطمية ملح فلفل. دي ما كانتش حلة، ده كان الطاجن. واغطيه عادي بغطى الحلة الستيل. ده بقى هيخلي البسلة رايحة في حتة تانية خالص. هنا طبعا البصلة معايا شغالة واللحمة شغالة معايا بيتحمروا مع بعض، واللحمة تاخد من طعم البصل والبهاريز كلها اللي نزلت في الحلة هتروح في البسلة، والطعم هيبقى ولا أروع من كده. جربيها بس بالطريقة دهيت وادعيلي. وغيرنا في أكلنا وطلعنا بره التقليدي، مش سلق 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 على طول، لا في وصفات كتير حلوة. وزي ما انت هتتعاملي بلحمة يوم الخميس نص كيلو وكيلو زي ما انت عايزة. هنا بقت اللحمة كانت اتشوحت معايا هي والبصلة. هنزل بالطماطم المعصورة، زي ما قلت لكم الطماطم المعصورة دايما بتدي طعم أفضل وصلصة نقية وحلوة. أهو لا أكتر ولا أقل. وهنا معايا اسمها ايه دي؟ مم. الماسورة بتتسلق، وهنا اللحمة على النار. اللحمة هتغلي غلوتين تلاتة وهوطي عليها.
شايفين؟ هضيف بقى هنا معلقة السكر اهو. في اي وقت ما تفتكري معلقة السكر عادي انزلي بيها، مفيش مشاكل. هنا اللحمة بدأت تبقبق بقى في الصلصة، هتتفرجوا دلوقتي على لونها، وهنزل بالماسورة. تمام. هنا بقى زي بعد ما ضفت السكر سايباها تتسبك براحتها، ونشوف هنعمل ايه تاني. هنا هحمر شوية رز. تمام. انا دايما بحب جنب البسل اعمل رز حبة وحبة. تمام. هنا حلة على النار، وهنزل فيها بالمادة الدهنية سواء زيت أو سمنة، أو مكس ما بين الاتنين، سمنة على زيت أو كل حاجة لوحديها عادي مفيش مشاكل، اللي بتحبيه اعمليه. هنا نزلت بمعلقة السمنة، حابة نزلت على البوتاجاز عادي مفيش مشاكل، دي فايدة الفوطة بتاع المطبخ في إيدي، أمسح بيها باستمرار وأشيل بيها أي زيادات أهو. أشوح بقى الرز ده، أديله معلقة ملح طبعا عشان يتحمر معايا بسرعة اهو. رز مكرونه من الكلام ده كله، اي حاجه احبها تتحمر معايا بسرعه اروح مديها معلقه ملح، اشوح فيه بقى لحد ما ياخد اللون اللي انا عايزاه. هوريكم دي هنا الشوربه بتاعت الماسوره، احطها تغلي عشان اسقي بيها الرز اهو. هنا بقى الرز بدأ يدخل في اللون اللي انا عايزاه، بس مش ده، احبه اغمق شويه من ده. هنا كان خد اللون اللي انا عايزاه، كنت غاسله الرز ومصفيه زي الفل. هنزل فيه بقى واديله تجلبتين واروح اسقي بالشوربه بتاعته، لا اكتر ولا اقل من كده، بيبقى طعمه جميل وحلو. ولما بيقعدوا شويه لتاني يوم بيتحمروا عفوا بيسخنوا وبيبقوا حلوين. يا ريت ما ننساش نحط اللايك ونفعل الجرس ونشترك في القناه، فضلا وليس امرا. هنا بقى كنت خلصت الرز تحمير، هبدأ أسقيه. تمام. المطبخ سهل وبسيط وحلو خالص، وأنا بحبه جدا جدا جدا. هو كده الشيء تحبيه يحبك اهو. زي ما انتوا شايفين كده معايا يا بنات، هنزل بشوية الشرب السخنين، والبصلاية بتاعتي دي اللي هاخدها وانزل بيها في البسلة اهو. بس سنة ملح تاني وسنة فلفل تاني، واروح مغطية وغلوة، واروح مغطية عليه يستوي بقى على الهادي، وتاخدي احلى شوية رز حبة وحبة. حابة تعملي بشعرية اعمل، حابة تعملي معمر اعملي، حابة أبيض عادي مفيش مشاكل، إيه اللي بتحبيه اعمليه، سهل خالص وكله حلو. هنا البسلة بتاعتي وواحد فلفل أخضر بحب أضيفه مع الخضار، بيخلي نكهة الخضار حلوة وبيخلي الطعم جميل. تمام أهو. هنا بقى كنا خلاص ضفنا البسلة وهنظبط الحياج بتاعها، وخلاص على كده وخلاويص. هتغلي غلوتين وهنشوف هنعمل ايه فيها. عايزين نغير ونعمل تغيير، هنشوف ايه هو التغيير اللي مؤيدة هتعمله. هاخد البسلة دهيت بعد ما غليت واستوت، قبل ما تستوي عفوا، تكمل سواها في الفرن. هعمل احلى طاجن بسلة. تمام. اشيل بقى الماسورة دي اهو. هنا اللحمة 3/4 سوا، الربع الأخير هتكمله في البسلة، وانزل بالطاجن على النار، وانزل بالبسلة واللحمة في الطاجن، وهلا بيلا على الفرن. وعند الرز بيستوي، وكنت عملت في الوقت ده حبة سلطة عقبال ما البسلة غلت. واللهم لك الحمد والشكر، عملنا فطار حلو وعملنا غدا، واللهم لك الحمد والشكر اهو. ادي الطاجن البسلة تحفة وجميل وروعة، وطعمه ما شاء الله عليه. وادي البصلاية بتاعتي والفلفل الحامي، بيخلي اي نوع خضار في حتة تانية خالص. تمام اهو. هنا كان طلع من الفرن بقى وملا يبقبق. شايفين الاكل في الفخار طعم تاني وحاجة تانية خالص. وادي الرز بتاعي اهو، وعملت السلطة وطلعت مخلل من اللي كنا مخللينه مع بعض يوم الجمعة اللي فاتت، المخلل مجرمش وجميل وحلو خالص.
كل حاجة عندي متعقمة بفضل الله. ايديا على طول بالفوطة والبخاخة الخل على طول باستمرار، بعقم باستمرار رخامتي وحوضي وبوتاجازي على طول باستمرار اهو. هنا بقت افضل اغرف بقت، اعمل البسلة، شايفين طلعوها من بدري ازاي والطاجن امال يبقبق تحفة والطعم روعة. جربوا بس بالطريقة دي حلوة جدا جدا جدا. ما عندكش طاجن حطيه في صينية عادي ما فيش مشاكل. هغرف بقت هنا الرز، وادي البسلة شكلها تحفة، عجبني قوي شكلها اهو. واكل سهل وبسيط، وغيرنا من يوم الخميس ونوعنا، واللهم لك الحمد والشكر. ربنا يدومها علينا وعليكم يا رب نعمة، ويحفظها من الزوال، وكل نعمة ربنا خير. ودايما دايما كده يا رب، من ربنا سبحانه وتعالى يجعلنا من الحامدين الشاكرين. نقول الحمد لله دايما على أي حاجة ربنا بيديها لنا، نحمد ربنا على كل حال، زي ما كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول في السراء والضراء بس، والحمد لله. وده كان غدايا النهاردة، حبيت أشاركه معاكم، وحبيت أوريكم يوم النهاردة في الأجازة عاملين إزاي. وده كان طاجن البسلة بتاعي والرز والسلطة والمخلل، واللهم لك الحمد والشكر. أكلنا النهاردة الخميس، وإن شاء الله بإذن الله في أكل باقي لبكرة الجمعة إن شاء الله لو عشنا وحيانا ربنا. واللهم لك الحمد والشكر على نعمة ربنا اللي بيديها لنا. شايفين بقى البسلة وجمالها تحفة. طبعا مش معنى ان انا مدخلاها في الفرن اسيبها تنشف، لا طبعا، ده الخضار لازم يبقى فيه شوية صلصة كده نضيفها على الرز الا يغمس بعيش. ولو كنت وصلتوا لحد هنا ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس واللايك يا حبايبي فضلا وليس أمرا، وأترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.